يسميكم البعض أنتم الذين ترفضون خلافة الخلفاء الراشدين الذين يمثلون حضورا ثقيلا في وجدان هذه الأمة، في وجدان الهوية، على الأقل حتى هوية التونسيين. أبو بكر، عمر، قصة أنكم تلعنون هؤلاء الخلفاء لمجرد صراع على السلطة، لاعتباركم ترون جزء من عقيدتكم أحقية الإمام علي بأن يكون خليفة للرسول. قصة لعن الخلفاء، قصة عصمة الأئمة، يعني قصة الحكم الذي يورث، وأنه أصبح اعتقادكم في الإمامة يعني جزء من عقيدة المسلم. يعني هذا الكل يثير الكثير يعني من اللغط حول عقيدة الشيعة والتشيع. جميل. إلى درجة أنه يعني وصفتم بالروافض، كفرتم يعني للعنكم الخلفاء، للعنكم السيدة يعني السيدة عائشة. يعني كيف تجيبون على هذه الالتباسات التاريخية رغم أن يدرك أنها كثيرة التشبيه؟ جميل جدا. طبعا ذكرتم نقاط كثيرة، بعضها صحيح لعله من صميم العقيدة الشيعية، بعضه لا غير صحيح، لكن فلنتحدث عن الفكرة بشكل عام. هذا الآخر من أعطاه الحق لكي يكون وصيا عليه؟ من أعطاه الحق ليحدد لي ما يجب علي أن أعتقده وما لا يجب علي ذلك؟ ثم هو ما الذي يدريه أن الذي عنده هو حق والذي عندي هو باطل؟ إدخال الناس في هذه المتاهات هو المشكلة. ولكنك فرضته أيضا، حتى أنت تشكو من قمع الآخر، لكن فرضته. في إيران يجري قمع السنة، في تماسات هذا اللقاء بين سنة وشيعة، تبادل حسب موازين القوى، كان الشيعة الأقوى يقمعون السنة. سنرجع الآن إلى الورقة السياسية، وهل هذا التاريخ أو هل هذا الحاضر الذي يبث في الإعلام صحيح؟ دعنا في الورقة النظرية، الورقة النظرية، قصة الخلفاء الراشدين، قصة أحقية الإمام علي، يعني قصة أنكم تعتبرون الاعتقاد في الإمامة جزء من عقيدة المسلم. هذه المسائل التي أريد إجابة عنها من الشيخ أحمد سلمان، ولكن اسمح لي شيخ أن تكون هذه الإجابة بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، انتظرونا لمواصلة النقاش بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مجددا في الجزء الثاني من الحوار مع الشيخ أحمد سلمان، مؤسس مركز أهل البيت للبحوث والدراسات بتونس، عالم الدين والمدرس بالحوزة العلمية الشيعية. كنا طرحنا معكم قبل الخروج الفاصل شيخنا الحديث عن المسائل العقدية المعقدة التي رسخت وأسست لهذا الالتباس في العلاقة بين سنة وشيعة. مسائل الاعتقاد في الإمامة، مسائل الاعتقاد في أحقية الإمام علي، رفضكم يعني وصدامية الفكر الشيعي في علاقة بسيرة الخلفاء الراشدين، أبو بكر الصديق، عثمان، وقبله طبعا عمر بن الخطاب. هذه قصة لعنتكم للخلفاء، قصة لعنتكم للسيدة عائشة زوجة النبي. يعني هذه الالتباسات التي صنعت مناخ التكفير المتبادل، مناخ التكفير المركز عليكم من طرف السنة وعديد الكتابات والقراءات السنية. جميل. دون الخوض في التفاصيل الجزئية، لأننا قد نختلف في بعض ما ذكرتم. هذه قصة 14 قرن لن تستغرقها ربع ساعة في برنامج. أصل الفكرة هناك تاريخ قسم كبير منه مشترك. أنا كشيعي عندي قراءة خاصة لهذا التاريخ، وعندي مخرجات لهذا التاريخ. هذه المخرجات بعض الشخصيات لتقييم إيجابي لها، وبعض الشخصيات لتقييم سلبي لها. هل من حق أي طرف أن يمنعني من أن أقدم قراءتي الخاصة للتاريخ أم لا؟ طبيعي أي عاقل إذا وجه له هذا السؤال سيقول لك الحق. هذا الطرف الذي ذكرته يمنعني من أن أقدم موقفي من بعض الخلفاء. في المقابل هو عنده موقف سلبي يفتخر به من عم النبي صلى الله عليه وآله أبو طالب، ولعلك تعلم أنه شبه إجماع سني أنه في النار من جد. مات مشركا ولم ينطق بالشهادة. هذه بحسب قراءتك، بعض قراءة تاريخية. بالنهاية قراءة تاريخية. أنت تعطي لنفسك الحق أن تحكم على عم النبي أنه في النار، ولا تعطيني الحق أن أحكم على أي شخص بما أراه أنا أهل له.
تحكم على عم النبي في النار، ووالد النبي في النار، وأم النبي في النار، وجد النبي في النار، لك الحق في ذلك. أنا أقدم موقف لشخصية تاريخية أرى أنها قامت ببعض الأفعال السلبية، أصبح محاسب. أليست هذه قسمة ضيزة؟ ولكن أنت أكثر من أنك تقدم قراءة سلبية، أنت لطفتها. يعني أنت تكاد تخرج يعني عمر مثلا من الملة. عمر بن لو الخطاب. سلمنا بهذا جدلا، نعم. لو سلمنا بهذا، أنت أعطيت لنفسك الحق أن تخرج والد النبي، طبعا لا أقصد شخصكم الكريم، نعم. أقصد القراءة الأخرى، القراءة السنية. نعم. تعطي لنفسها الحق أن تخرج والد النبي ووالدة النبي من الجنة وتدخلهم في النار، لك الحق في ذلك. لماذا لا تعطي لغيرك نفس هذا الحق؟ أرأيت أن القضية لا توجد فيها مقاييس وضوابط عامة تسري على الجميع. المفروض أنه لكل إنسان الحق أن يقدم قراءته التي يراها صالحة، وأنا لست وصيا عليك وأنت لست وصيا علي. الذي يجمعني بك قبل الإسلام وقبل المذهب الإنسانية، أعاملك كإنسان ولا علاقة لي بما تعتقد. نعم، أنا من باب الاحترام، ومن أهم مقومات ومبادئ التعايش السلمي أن لا أتعدى على رموزك. عقيدتي شيء، وأن أظهر هذا الأمر وأعتدي على رموزك بما يؤذيك ويثيرك هذا شيء آخر. نعم، كوني أنا عندي رأي سلبي في شخصية من الشخصيات التاريخية لا يعني أن آتي وأجاهر بهذا الرأي وأقوم بفتنة بإحداث بلبلة في المجتمع. لا، هذا الشيء وهذا الشيء آخر. بالنهاية، عودا على بدء، نعم. لماذا لا يكون لكل منا الحرية في قراءة التاريخ وإعطاء رأيه لكل جزئية من الجزئيات التاريخية؟ ما المعنى؟ هو هذا السؤال الذي في القرن 21 لا بد أن يطرح. ما المانع أن تكون هناك قراءة مخالفة للقراءة السائدة عند عامة الناس؟ ولكن